كلام إلهام. ايه الصح؟ ان انا بقى ابقى البنت الفظيعة كده اللي بعرف ارد واعرف اخد حقي تالت ومتلت زي ما بيقولوا، ولا إن لما يحصل خلاف بيني وبين حد اعدي الدنيا وما ردش بشكل مبالغ فيه قوي عشان شكلي قدام الناس؟ الحقيقة السؤال ده مهم قوي. اللي احنا بنشوفه النوعين من الناس دول، تعالوا نشوف كل واحد بيكسب ايه وبيخسر ايه. هنيجي للشخص المتسامح اللي لما حد بيعمل معاه مشكلة كبيرة جدا فبيفضل ان هو بيسكت او يعني ما بيردش بعنف قوي او بيعدي المواضيع علشان الدنيا ما تكبرش. الشخص ده بيكسب احترام الناس دي في اغلب الاحوال، ومش هنقول كلها لان في ناس ما بيفرقش معاها الكلام دي وهم اصلا ناس شريره، يعني دول الناس دعوه بيهم. احنا بنتكلم على الناس المحترمه اللي قدامها لما بينزل شويه بالليفل بتاعه هم كمان بينزلوا، يبقى هنا كسب احترام الناس ليه وكمان كسب سلامه النفسي، لانه لما بيطلع في شره قوي كده وبيعمل مشاكل كتير ده بيأثر عليه برده. هو بيكون فاكر ان هو كده بياخد حقه وانه